صحتك بالدنيا. هذا البرنامج برعاية مركز الدكتور بندوار عدنان محمد، الأخصائي في جراحة الوجه والفم والفكين. المركز مختص بالتجميل وزراعة الأسنان. مركز الدكتور بندوار محمد يقدم كافة الخدمات السنية: تجميل الأسنان، معالجة الأسنان بأحدث الأجهزة والأنظمة، معالجة أسنان الأطفال ضمن المركز تحت التخدير العام، عمليات الزرع بأحدث الأجهزة والتقنيات، عمليات جراحة الوجه والفم والفكين بالأنظمة الحديثة، تبييض الأسنان بالمواد المستوردة والتقنيات الحديثة، أيضا تجميل الأسنان بطرق حديثة وسهلة. ولا ننسى ابتسامة هوليود الشهيرة. مركز الدكتور بندوار عدنان محمد، قامشلو بجانب مشفى الرحمة. للحجز والاستعلام هاتف 433 226. مساء الخير لكل اللي عم يسمعونا ويتابعونا عبر البث المباشر بوير عربي وراديو بوير، ايضا عبر البث المباشر FM موجي 103.5. لقائنا بيتجدد معكم مع برنامج صحتك بالدنيا وضيف جديد. ضيفنا لليوم بالاستوديو الدكتور ذياب حمزة العلي، اختصاصي بالجراحة العصبية. اسمحوا لي ارحب بضيفنا لحتى نبدأ لقائنا. مساء الخير دكتور. مساء الخير استاذ عماد. مستمعينا، مثل ما ذكرنا انه ضيفنا الدكتور ذياب هو اختصاصي بالجراحة العصبية. اكيد رح يكون موضوعنا لليوم بخص موضوع مهم اللي هو اخترناه، انه شو هن المشاكل او الآفات او الامراض اللي بتصيب العمود الفقري. اكيد رح يشرح لنا اياها بشكل موسع. طبعا اذا حابين تأغنوا لقائنا باسئلتكم رح نكون مسرورين جدا لما بتشيلوا السماعة وما بتترددوا 429 101 او عبر البث المباشر على صفحتي الاذاعه راديو بوير وبوير عربي عبر كومنت. اكيد رح نجاوب على اسئلتكم وانتم رح تأغنوا لقائنا. مثل ما ذكرنا، حابب اشكر زملائي بالكنترول جودي وشيرين بالبث المباشر وعلى الكنترول. رح نبدا موضوعنا للي اليوم اخترناه. اكيد تحية للمستمعين والمشاهدين اللي عم يسمعونا. أكيد نحن ناطرينكم انه تكتبوا الأسئلة بالكومنتات، وأكيد رح نجاوب على أسئلتكم، رح نكون مسرورين جدا. دكتور، بداية كمدخل للقائنا، يا ترى شو هن مشاكل العمود الفقري؟ طبعا دائما خلينا هيك نشبه انه دائما اي شيء بينضرب فيه المثل انه الشيء الفلاني هو العمود الفقري او للشيء الفلاني. معناته العمود الفقري هو عضو مهم جدا بجسم الانسان. لو تحكي لنا عنه. مثل ما تفضلت، يعني العمود الفقري هو البنية الأساسية العظمية في جسم الإنسان، اللي هو الصدر والجذع كله عم يتثبت بالعمود الفقري. فمشان هيك كثير أحيانا بيشبهوه، حتى الزلمة يقول هذا العمود الفقري تبع البيت. تماما. مشاكل العمود الفقري عالميا تأتي بالمرتبة الثانية بعد أمراض القلب. أيوة. من حيث شكاية المرضى وتعداد المرضى. مشاكل العمود الفقري ممكن نقسمها إلى مجموعتين. ممكن أول مجموعة هي تكون مجموعة رضية اللي بتصير نتيجة حوادث السير والسقوطات. طبعا يندرج اصابات اللاعبين مثلا. ايوه، بما في اصابات هذا يندرج ضمن بيسمى بالردود، اللي يتضمن موضوع الكسور والخلوع الفقرات والانزلاقات الرديه. وفي قسم اللي هو القسم الافات المرضيه والالتهابيه اللي كمان بتصيب العمود الفقري. يعني هنا مجموعتين رئيسيتين ممكن نصنفهم ضمن هذول المجموعتين. يعني تماما. دكتور، اكيد الاطفال ممكن ينصابوا بهالحالات والكبار طبعًا السن اكيد. طبعًا يعني طبعًا. العمر ماله شرط، يعني اي فئة عمرية ممكن يصير عنده مشكلة بالعمود الفقري. يعني طفل وقع من المرجوحة ممكن يصير عنده كسر فقرة،
حادث السيارة، وقع من السيارة بالصيف، عم نشاهد كثير أحيانا الصغار عم يقعوا من بالبلاكين تمام. فوق سطوح الميناء. فما في فئة معينة إن والله محصونة إنه ما يصير معها مشكلة بالعمود الفقري يعني. كلام سليم. دكتور، هن مثل ما ذكرت هلا ضمن سياق حديثكم هلا ذكرتوا بعض الاسباب، لكن لو يعني نحكي عن الاسباب اللي مشاكل العمود الفقري بشكل موسع مثلا، اكيد حلقه واحده ما راح تكفي اذا لا صراحه موضوع العمود هيك. الفقري موضوع واسع يعني. نعم. بده عدة ساعات وعدة حلقات. بس اهم الاسباب. اهم الاسباب. هلا بالنسبه لموضوع غير حوادث السير، عندنا الافات المرضيه او الالتهابيه، عندنا اشيع شيء بمناطقنا، خلينا نحكي هيك بضمن دائره ضيقه، موضوع فتح النواه اللوبيه او ما يسمى بالعاميه الديسك. نعم. هذا مرض كثير دارج بالمجتمعات، وللاسف خاصه المجتمعات الفقيره صراحه. صح. نتيجه الاعمال المتعبه والحمل الاشياء الثقيله وهالامور هاي، فبنلاقي نسبه كبيره من المرضى او عامه الناس عم يشكوا من مشاكل الظهر. يعني مشاكل الظهر مشكله كثير دارجه، وخاصه في سن الشباب، سن المرحله الفيزيولوجيه. نعم. اللي بيتطلب فيها شغل وجهد وعناء. الديسك طبعا اشهر شيء مثل ما حكينا، اكثر شيء بيصير بمنطقه العمود القطني، يعني الظهر من تحت. نعم. لانه هاي الاخر الأسفل. 5 فقرات القطنية، لانه هي منطقه الحركه، يعني كل الضغط عمليا عم يصير على اسفل العمود الفقري، وضعيات العطف والدوران والانحناءات الجانبيه. نعم. ف 95% من الديسكات بتكون بالفقرات القطنيه، يعني اسفل الظهر. الأعراض اللي بالعادة بيجي فيها المريض أو أشياء عرض، هو أول شيء رقم 1 هو الألم القطني. يعني بيجي المريض إنه وجع ظهر صار له أسبوعين 3 ممكن شهر شهرين، بيجي المريض يقول ظهري عم يوجعني، بعد فترة يقول دكتور ظهري كان عم يوجعني، وبلش ينزل على رجلي. يعني ينزل على رجلي يعني صار في خدر أو حرقة أو تنميل. طبعا اول فتره ممكن نعطي مريض نبلش بعلاج محافظ، يعني دواء مع راحه اسبوع اسبوعين 3 بالفرشه. اذا المريض تحسن، اذا ما تحسن او ظهر عنده اعراض عصبيه ثانيه، الالم زاد، الحرقه زادت، ممكن نلجا الى تصوير طبقي المحوري. يعني اللي بيشخصنا فتق النواه اللوبيه او الديسك هو يا اما الطبقي المحوري او الرنين المغناطيسي. بقى حسب الصوره اللي عم نصورها المريض وحسب شو راح يطلع معه المريض، يعني مثل ما بيقول هو وحظه. تمام. يعني الديسك فيه له 3 درجات صراحه. هلا الدرجه الاولى بيسموه تبارز الحلقه الغضروفيه، يعني الحلقه الغضروفيه بتتوزن، بتضغط العصب. هذا بكل انحاء العالم ما بينعمل له جراحه. دواء تنصح المريض انه يريح حاله وخيو اسبوعين 3 بالفرشه، غالبا الاعراض تتراجع. الديسك الدرجه الثانيه بيكون في صاير تشققات بالحلقه اللي فيه، والنواه تبعيتها طالعه شوي لبرا باتجاه قناه النخاع الشوكي. هي الماده الغضروفيه. ايوه، هي تمام. عباره عن حلقات غضروفيه ومواد كولاجين يعني. ايوه. نعم. بصير تمزق بالحلقه اللي فيه، وهالنواه تطلع باتجاه قناه النخاع الشوكي. نعم. فبتضغط على العصب الوركي وبيعطي الم بالرجل، يعني خدر وتنميل هالامور هذول. هلا الديسك درجه ثانيه، في قسم من المرضى ممكن يستجيب على العلاج المحافظ، يعني دواء وراحه بنسبه 50%. 50% ممكن ما يعني يتحسن على العلاج المحافظ، هذا لاحقا ممكن يترشح انه بده عمل جراحي. الديسك الدرجه الثالثه هو اكبر درجه، يعني الدرجه الثالثه بيكون هذا الحلقه الغضروفيه كامل اتمزقت، النواه تبعتها طالعه لبرا باتجاه قناه النخاع الشوكي، بنسميه متشظي. هذا حصرا جراحه فقط، جراحه، لانه المريض اشخد ما بنعطيه دواء وراحه ما عم يستفيد. المريض 24 ساعه متالم، عم يبكي بيشكي كثير، فهذا بده جراحه. طبعا في عندنا بجراحه العمود الفقري في نقاط، يعني استطبابات انه ايمت ممكن نعمل المريض الديسك جراحه. اول نقطه انه بيقول لك الالم المزمن المعند على العلاج الدوائي اكثر من 3 أسابيع مع راحه. يعني اجاك المريض وعم تعطيه علاج وراح واجا وراح واجا، في بروتوكول للعلاج. أيوة. اكيد. نعم. الالم المعند على العلاج الدوائي اكثر من 3 أسابيع. 2 الضمور العضلي او الضعف العضلي. مثلا يجيك المريض بعد فتره يقول دكتور رجلي صايره نحيفه، يعني صار الضمور عضلي، نقص وظيفي مثلا. ايوه، العصب ما عم يشتغل، العضله ما عم تشتغل، فصار ضمور عضلي. 2 ثالث نقطه هبوط القدم. بيجي المريض يقول دكتور الشحاطه عم تقع من رجلي. طبعا هو ما يعرف مصطلح هبوط القدم. تماما. بس يعبرها باسلوب ثاني، يقول دكتور الشحاطه عم تقع من رجلي. بتيجي بتمشي المريض نمشي على الكعب ما بقى يقول تماما ما في تماما. هبوط القدم. النقطة الرابعة يقول لك انفلات المسرات البولية أو الشرجية. العفو إنه المريض ما يعني يتحكم بموضوع الخروج أو كذا. فهدول
جراحه لابد منه. تماما. دكتور، هلا نحن حكينا عن اسباب احد الحالات اللي هي الديسك. طبعا في مثل ما حكينا انه مشاكل العمود الفقري هي يعني لا تعد ولا تحصى، سواء كانت الرضية او المرضية او كذا. لو نحكي عن حالة تانية مثلا دكتور، فرضا لاعب كرة قدم مثلا، او لاعب حمل اثقال فرضا، هدول كمان بينصابوا بهالحالات فرضا؟ إيه، إذا اللاعب تعرض لحركة عنيفة أو حركة بأسلوب معين غلط، ممكن يصير عنده تمزق بالحلقة الغضروفية ويصير عنده ديسك يعني، أو حتى ممكن يتعرض إلى انزلاق فقري يعني. يعني يصير فقرة بتطلع من محلها يعني. تمام. أساسا هدول الشغلتين بيصيروا عن نتيجة يا جهد فيزيائي عنيف أو حركة غلط أو ضغط شديد يعني. تمام. دكتور، بالآونة الأخيرة نحن بالسنوات السابقة كنا دائما نسمع أنه في فئة عمرية، يعني خلينا نحكي بعد العقد الرابع أو الخامس من العمر، أنه كانوا يسووا عمليات ديسك. بالفترة الأخيرة صرنا عم نلاقي أنه حتى الأعمار الصغيرة، يعني فئة الشباب، عم يعمل عمليات ديسك. يا ترى هل عامل هذا بيرجع لعامل الوراثة؟ عامل الوراثة متهم بهالشيء هذا، أو في أمور تانية هي العوامل المسببة والمؤهبة لهالشيء هذا؟ مثلا طبيعة العمل اللي ساعات طويلة مثل السائقين والموظفين. لو تحكي لنا عن هالموضوع. هلا اي مرض صراحه ممكن يكون له ارضيه وراثيه، حتى الديسك ممكن يكون في ارضيه وراثيه. بتلاقي مثلا احيانا بنفس العيله 5-6 اشخاص عاملين عمليات ديسك، فهذا بيكون عندهم رخاوه بالاربطه. في عندنا اربطه اللي صايره قدام الفقره، رباط طولان امامي، والرباط الطولاني الخلفي اللي ورا، اللي بتدعم الغضروف، الحلقه اللي فيها ما بتخليها تطلع من محلها. نعم. فاللي بيكون عندهم خلل او ضعف بهالرباط الطولاني الخلفي معرضين الى موضوع الديسكات يعني. قد تكون في ارضيه وراثيه. النقطه الثانيه، جواب على سؤالك انه ليش بسن الشباب. نعم. هذا طبعا يعود الى نقطه انه البنيه جسم الانسان اختلفت صح. عبر الاجيال وعبر القرون. يعني اولي من شيء قرن او اكثر كان اغلبيه الناس بتشتغل بالزراعه، بالفلاحه، بالاعمال البدائيه. نعم. فكان عندهم البنيه قويه تماما. اما هلا ما في، نتيجه نمط الحياه والرفاهيه والاعمال الاداريه، في رخاوي بالاربطه، في رخاوي بالعضلات، فهي ما عم تساعد وما عم تدعم العمود الفقري. أيوة. فمجرد اي حركه عنيفه او شاب حياته مش هالشغله، فجاه اجى شال نص كيلو شمنته، بتلاقيه فجاه قال الدكتور طق ظهري وضرب على رجلي. لانه البنيه هشه، ما في رياضه، ما في دعم للهيكل العظمي، ما في تعرض للشمس، وعبر الاجيال اجباري الممارسات عم تتغير، البنيه عم تتغير. حقيقه معلومه جدا مهمه هي. دكتور، هلا الاعراض اللي بتبدا اللي بتبدي على المريض مثلا، شو هن؟ سواء كان الديسك او الافات الثانيه. هلا في افات ممكن تكون يعني مرئيه بالعين، يعني فرضا القيل الصحيه عند الطفل اللي وليد حديثا اكيد بتبين بالعيان يعني. اما الاعراض كيف بتكون؟ يعني الام، خدران. لو نحكي بشكل مفصل عن مشاكل العمود الفقري والاعراض تبعها. هلا اشي عرض صراحه بالنسبه لمشاكل العمود الفقري، بيجيك اول شيء الالم القطني. الم القطني يعني وجع ظهر اول ما بفيق المريض من النوم او بعد فتره. يعني دائما دكتور بس افيق من النوم او اذا وقفت اكثر من نص ساعه ربع ساعه بتلاقي صار عندي وجع ظهر. فلما يكون عند المريض شكوى الم قطني كل فتره وفتره مزمن، فهذا بيخبي وراه شغله، معناته في عنده مشكله بالعمود القطني. مريض تعرض لوضعيه معينه او صار اكل مثل ما قلت تعرض لشويه برد، هذا الم قطني تشنجي مؤقت قريب السنين مره بصير معه ولا. اما المريض اللي كل فتره وفتره عنده الم قطني فمعناته في عنده مشكله. غالبا اغلبيه المرضى اللي بيراجعونا على العيادات، دكتور عندي وجع ظهر من كذا شهر، صار لي سنتين ثلاثه، بيروح ويجي. فهذا غالبا بيكون في وراه شغله. بنقوم بالاجراءات الاستقصاءات اللازمه، مثلا صور بسيطه ممكن اول شيء نبلش بيكون في عنده انقراص، او نعمل طبقي محوري او رني، فبنلاقي عنده بيكون في عنده ديسك يعني. فالالم القطني المزمن المتناوب هذا دائما معناته في وراها مشكله يعني، من السبب عضوي معناته. أيوة. في شيء وبعدين بيبلش بالانتشارات الجذريه. لما بيصير الحلقه الغضروفيه كبيره حجمها بتضغط على الجذر العصبي، بيبلش الالم ينزل على الرجل. بيصير المريض يقول دكتور ظهري عم يوجعني، وبيبلش ينزل على رجلي. تماما. خلص هاي خدر او الم، خدر او تنميل
أو حرقة أو ثقل. يعني كل مريض بيوصف الألم حسب ثقافته. صح. إذا كان عنده هيك ثقافة بيقول في خدر تنميل، في ناس بيقول في حرقة، إيدي عم تحرق كتير، عفوا رجلي كنت عليها مي باردة. تماما. يعني كل واحد بيعبر بأسلوب معين. تماما. دكتور، هلا السؤال اللي رح وجهه انه موضوع يعني النقطة اللي وقفنا عندها هي أسئلة المريض والفحص السريري. لو نحكي عن الوسائل التشخيصية لديكم كجراحة عصبية، كيف بتحددوا نوع الحالة، سواء بالفحص السريري، بالاستجواب المريض بالقصة المرضية، الاستقصاءات الثانية مثل الأشعة وغيرها، كيف بتشخصوا الحالة دكتور؟ هلا صراحة نحن عندنا أهم شيء بالموضوع هو القصة المرضية. القصة المرضية بالعادة بتعطينا 50% من المعلومات. فترة الألم، بداية القصة، من أي تشخيص صار لها، سبب مجيئه للعيادة فرضا، مثلا الألم بظهره ولا بينزل على رجلينه. على رجل وحدة معناته ديسك أحاد الجانب. لما بيكون ينزل على رجلين معناته ديسك مركزي. في عنده عرج متقطع ولا لا. يعني مثلا المريض مثلا بيقول الدكتور بيمشي 100 متر 200 تاخذ الرجل لازم اوقف اريح. تماما. في عرج وعائي مثلا، في عرج عصبي. بالنسبه للاستقصاءات اللي نحن بنلجأ لها، اول شيء بنبلش دائما باسهل وارخص استقصاء اللي هو الصوره البسيطه. حلو كتير. الصورة البسيطة كتير بتعطينا معلومات. مثلا إذا في انقراص فقرات بتبين معنا، إذا في انزلاق فقري بتبين معنا، إذا في آفة انهدامية انحلالية يعني في تخرب بفقرة بتبين. وبعدين بموجب الصورة البسيطة بنتوجه، يا بنعمل طبقي يا بنعمل رنين مغناطيسي. يعني إذا أجاني مريض مثلا عنده وجع ظهر ووزنه صحة فوق 100 كيلو، فما راح أعمله طبقي محوري لأنه الصورة ما راح تكون واضحة، فيفضل نعمل رنين مغناطيسي. أفضل يعني للنتيجة. أفضل، لأنه الطبقي المحوري هو عبارة عن يعني بيصور العمود الفقري بمقاطع أفقية فقط. صح. أما الرنين المغناطيسي فينك تقولها مثل ثلاثي الأبعاد، يعني بثلاثة اتجاهات، فيعطي المعلومة أكثر وأدق، وخاصة بالنسبة للنسج الرخوي اللي هي العضلات والجذور والأعصاب. يعني فالاستقصاءات هي أول شيء الصورة البسيطة والطبقي المحوري والرنين المغناطيسي. هذول الثلاثة اللي أكثر شيء بيستعملوا في مجال الجراحة العصبية. وطبعا القصة المرضية بتسبقها أكيد. طبعا يعني 50% لما بيجينا المريض وبنفحصه يعني تقريبا 50% بيكون أخذنا معلومة تماما انه ديسك، وحتى تقريبا باي فقره. لما مثلا عندنا بالفحص العصبي بنمشي المريض على الكعاب وبنمشي المريض على رؤوس الاصابع، كل حركه في لها جذر عصبي، تقريبا نعرف انه وين المشكله باي فقره. انه في جذور العصبيه كل وحده لها مسؤول عن المنطقه بالتعصيب، بسميها الباحه الحسيه. تماما. يعني على اي منطقه مسؤوله يعني. نعم. ففينا هيك نتوجه. فالطبقي او الرنين هو لتاكيد وتشخيص الحاله بالضبط انه نحن وين رايحين باي مجال باي فقره. طبعا يعني هو الديسك اشياء شيء، بيجينا بعدين الانزلاق، بيجينا حالة ثالثة اللي هي تضيق القناة الشوكية. هاي لا ديسك ولا انزلاق، عبارة عن تضيق بالقناة الشوكية. يعني بيصير مثل ما تقول بالعامية تكلس بالقناة الشوكية، نتيجة تكلس الرباط الأصفر متكلس، أو نتيجة الوجهات المفصلية متكسر صاير ضخامة، فبيصير تضيق شديد بقناة النخاع الشوكي. هذا أكثر شيء بيصير طبعا عند الكبار بالعمر، تضيق قناة الشوكية بيصير. طبعا هالثلاث أمراض الشائعة تعطي نفس الأعراض. الألم القطني، وجع الظهر بيضرب على الرجل أو رجلين وخدر والثقل وهالأمور، تعطي نفس الأعراض تماما. يعني ما في عرض إنه هذا للديسك وهذا عرض للانزلاق. مشاكل الظهر تشترك في كل هذا بنفس الأعراض تماما. ولكن الطبقي أو الرنين هو اللي بيشخص شو المشكلة، وكل مشكلة في لها علاج تبعها. يعني الديسك مثل ما حكينا درجة أولى راحة، الدرجة الثانية ممكن جراحة ممكن راحة، ثالث درجة إجباري جراحة. الانزلاق يعني فقرة طالعة من محلها، كمان في لها نوعين، في انزلاق متحرك يعني فقرة طالعة من محلها بتروح وبتجي بتعطي أعراض، في وجع ظهر بيضرب على الرجل، هذا حصرا بده جراحة بده براغي، نحن نسميه تثبيت فقرات. انزلاق ثابت يعني فقرة نتيجة ظرف ما وضع معين آفة طالع من محلها واقفة، هذا لا ينصح بالجراحة، دواء مع حزام فيه صفايح حديد، وكل 6 أشهر بنعمل له صور مراقبة. تماما. حتى من الممكن دكتور انه مثلا اي فقرة او مشكلة بالعمود الفقري نتيجة
يوجد نقاء. هلا في مرضى منهم يكونوا عندهم كانسر او السرطان بعضو معين قريب عن العمود الفقري، سواء كان الرئه او هاي كذا، كتير ممكن يعني دكتور ممكن يصيب العمود هاي الفقري. كمان فكرة كتير كويسة استاذ عماد. في هلا حكينا بداية الحلقة انه عن الآفات المرضية. نعم. مثلا عندنا في الخراجات اللي بتصيب العمود الفقري. أيوة. يعني اي مريض صار معه مالطية واذا ما تعالج ممكن يصير عندنا نحن بنسميه خراجة باردة، بتهجم على فقرة من الفقرات القطنية بتخربها. خراجات الباردة بنسميها سواء كانت المالطية او السلية، يعني حتى احيانا في مرض اسمه السل الفقرات او داء بوت، بصير تخرب بالفقرة انهدام وضغط على النخاع الشوكي. ممكن الأورام الثانوية اللي حكيت عن الأورام الثانوية، أنه في ورم أساسي بدئي بجسم الإنسان بمنطقة معينة بالصدر بالرئة بالرصاد. نعم. وصار انتقالات للعمود الفقري. هاي بنسميها أورام ثانوية، كمان بتعمل تخرب، تعمل آفة انهدامية بالفقرات ويصير ضغط على النخاع الشوكي. يعني طبعا العلاج بهالموضوع هذا يصير بحث آخر، يعني بحث آخر سياق معالجة الأورام وهالأمور هذه. تماما بالضبط. دكتور هلا وصلنا لموضوع العلاج. هلا ذكرت ضمن الحديث انه احيانا انه بيحتاج لدواء، يحتاج لتوصيات، يحتاج ل قد معالجة فيزيائية أو أمور تانية أو لحد ما تلجأوا للعمل الجراحي. يا ترى شو هن الحالات اللي بتستدعي المعالجة الدوائية، وشو هن الحالات اللي تلجأوا انه خلص المريض هذا لا مفر من العمل الجراحي؟ لو تحكي سواء كان موضوع الديسك او غيره. هلا بالنسبه للديسك مثل ما حكينا، الديسك درجه اولى لا ينصح بالجراحه، وحتى اذا المريض عمل الجراحه ما راح يستفيد. يعني بالعالم كله متفقين يعني الديسك درجه اولى هو عباره عن تضخم شوي وذمي بالحلقة الغضروفية، هذا أسبوعين ثلاثة دواء مع راحة المريض بيتحسن بيرجع إلى حياته الطبيعية، بس بده ينتبه على حاله، يعني أعمال المجهدة الوقوف الطويل هالأمور هذولي. الديسك درجة ثانية كمان ممكن ما يعني أغلب الأحيان ممكن ما نعمل جراحة للمريض، ولكن المريض لازم يلتزم بالراحة بالفراش على الأقل لمدة شهر، مع ممكن يلجأ إلى المعالجة فترة زمنية أطول. أيوة. تقوية عضلات الظهر، تقوية عضلات البطن، تغيير نمط الحياة مثلا إذا كان فيه جهد ما جهد. الديسك الدرجة الثالثة هو غالبا صراحة هذا بده المريض يلجأ إلى الجراحة سواء كان عاجلا أو آجلا، لأنه بيكون في ألم قطني جذري، يعني في وجع ظهر بيضرب على رجله ألم تقريبا شبه مستمر، يعني بيعيق الإنسان من الحياة والحركة. يعني هالمشكلة بصير عنده عسر، يعني ما عاد يقدر يشتغل، يعني 24 ساعة عنده ألم. فالديسك درجة الثالثة غالبا جراحة. الانزلاقات المتحركة اللي كمان تعطي ألم مزمن دائما هذا ممكن الجراحة. يعني موضوع الجراحة الديسك صراحة موضوع كتير واسع. نعم. يتعلق بطبيعة شغل الإنسان، يتعلق بالمهنة تبعه، حجم الإنسان، الكتلة العضلية اللي عنده. نعم. يعني مثلا إذا كان بدين مثلا بدين مثلا فوق ال 100 كيلو، يعني نحن قبل ما نلجأ للجراحة كمان نقول له بدك تخفف وزن، وحتى إذا ما خفف وزن ما راح يستفيد شيء. تماما. حابب ذكر مستمعينا للي عم يسمعونا، انتم عم تسمعوا اذاعه بوير اف ام على الموجه 103.5. برنامج صحتك بالدنيا. ضيفنا بالاستديو الدكتور دياب حمزه العلي، اختصاصي بالجراحه العصبيه. عم نحكي عن مشاكل العمود الفقري، افات العمود الفقري اللي بتصيب هالعضو المهم الهام جدا عند الانسان. حكينا كتير معلومات مهمه، الدكتور شرح لنا اياها، هن الاسباب والعلاج وشو هن. هلا خطر على بالي انه مثلا موضوع مخاطر عدم التشخيص او مخاطر عدم العلاج ممكن لشو تؤدي اي حاله معينه، سواء كان ديسك، سواء كانت آفة خبيثه او اي حاله اخرى مثلا. راح يحكي لنا اياها الدكتور دياب حمزه العلي. اكيد الاخ بلند راح نجاوب على سؤالك، والاخ امين علي اكيد راح نشكرك أكيد. شكرا لك اللي عم يكتبونا على البث المباشر. دكتور المخاطر شو هن؟ هلا بالنسبة لموضوع المخاطر، إنه أي مريض بأي مرض إذا ظلت عنده شكوى موجودة أكثر من أسبوع أو 10 أيام مفروض يراجع طبيب المختص بالموضوع، يعني لأنه من مبدأ إنه درهم وقاية خير
من قنطار علاج علاج. اكيد. فبيكون الطريقة أسهل ويختصر الوقت، وحتى بالنسبة بيصير عبء مادي أقل على المريض. بالنسبة لوجع الظهر، إذا أي مريض صار عنده ألم قطني أكثر من أسبوع أو 10 أيام وما راح بدواء أو راحة أو الأدوية اللي هو بياخذها بالعادة، والله أخذ الدواء من الصيدلية أو أخذ من جاري، فمفروض يلجأ إلى الطبيب المختص. صح. طبعا بالنسبة لموضوع العمود القطني، كونه صار مناسبة هيك عن طريق البرنامج، يا ريت اذا في شيء. الثقافة الطبية كتير ضرورية. مثلا أغلبية الناس اللي عندهم وجع ظهر أو عندهم وجع ذسق يقول رحت لك عند فلان نعم. طبيب عربي، وربطه بشجرة وشد له رجله وحط له كم خمرة وتمرة وما تماما. الطب العربي مواد الأساليب البدائية صراحة، لأن هي وسائل ما لأي أساس علمي، وممكن تأثر على المريض وتترك عند المريض عاهة مستديمة يضل طول عمره مقعد بالفرشة. فأي ألم قطني أكثر من 10 أيام مفروض يراجع طبيب مختص بالعمود الفقري وليس طبيب العظمية. هاي كمان نقطة لازم أنبهها، لأنه بيجينا المريض بآخر أيامه منتهي، هبوط قدم، عنده ضعف عضلي، ضمور عضلي، وينك ليش تأخرت؟ والله كنت عند دكتور عظمية. هلا يمكن أطباء زملائنا العظمية كمان يعني يسمعوا، بس هاي حقيقة يعني. نعم. العمود الفقري هو الاختصاص الجراحة العصبية، يعني نعم. المريض رايح لعند طبيب العظمية شو يعمل؟ لا إيده مكسورة ولا رجله مكسورة، يعني المفروض يراجع طبيب جراحة عمود فقري لتأكيد التشخيص ومشان يحل مشكلته. يعني بالمحصلة لمصلحة المريض عم نشتغل. صح. يعني لما المريض يجي بأول أيامه يتشخص حالته، يكون العلاج أسهل، ممكن ما يلجأ إلى الجراحة. نعم. يعني مثلا يجينا مريض معه ديسك صار له كذا شهر أو كذا سنة، صار عنده شلل، صار عنده ضمور عضلي. صح. يعني حتى إذا عمل الجراحة ما راح يستفيد 100%، لأنه تأخر الوقت، مثل ما بيحكوا وصل زيد متأخرا. تماما. حقيقة هاي بتقع مثل ما ذكرت دكتور، هو موضوع الثقافة الطبية أيضا. الزملاء الأطباء هي التطفل على المهنة، هاي للأسف بمنطقتنا هي موجودة، ربما قد يكون هو نقد شوي لاذع، ولكن هي حقيقة واقعية وموجودة يعني. فنحن دائما عبر منبرنا، منبر بوير وإذاعة بوير وبرنامجنا صحتك بالدنيا اللي هو توعوي أكيد، ننصح دائما مستمعينا أنه يتوجهوا بالفترات الأولى بأسرع وقت، بأقرب نقطة، بأقرب فرصة على المختص دائما. يعني تلاقي موجود طبيب جراحة عصبية بلجأ لعنده. طبعا هذا الشيء هذا مثل ما ذكرنا بيقع على عاتق الشخص نفسه والطبيب اللي عم يتعالج عنده المريض، انه شغلك مو عندي فتفضل عند الطبيب الفلاني. نقطة مهمة كتير جدا دكتور. هلا شوي رح نجاوب على أسئلة المشاهدين ونرجع أكيد لموضوعنا. الأخ آزات بافي بلند هو ساكن برات البلد، عم يقول ما هي طرق العلاج الانزلاق الغضروفي أسفل الظهر؟ طبعا مشيت 6 شهور صاير معي هالشي هذا، فما بعرف إذا هو تعالج ولا ما تعالج. عنده ممكن تشخص يعني بشخص يعني مختص ولا بشكل سليم، ما بعرف. هو كاتب انه طرق علاج الانزلاق الغضروفي. هلا بالنسبة للعلاج الانزلاق الغضروفي، أول شغلة لازم نعرف أنه هل هو الانزلاق اللي عنده تشخص بشكل علمي دقيق ولا لا. يعني الانزلاق اللي عنده هل هو انزلاق ثابت ولا متحرك، وأي درجة وبأي فقرة. نعم. لا نقدر نوصيه بشكل عام. إذا عنده انزلاق مفروض يتجنب الأعمال المجهدة، الوقوف الطويل، الجلوس الطويل، المشي لمسافات طويلة. وإذا طبيعة شغله بيستدعي إنه في حركة وشغل، يفضل إنه يلبس حزام فيه صفايح حديد معدن مدعم بأصياخ معدنية. أيوة، وماشي شغلات ثقيلة، يعني أكثر من 2-3 ما بشيل. وإذا عنده وجع ظهر كتير أو بشكل مستمر عنده وجع ظهر وعنده انتشارات الرجلين، ويعني في خدر، في ثقل، في تنميل، بقى حسب المسافة. هلا مثلا عندنا قاعدة بالعصبية، إذا بيمشي يقدر يمشي حوالي 500 متر بدون ما يوقف، هذا ممكن يعني ما يلجأ إلى الجراحة، بس بده ينتبه على حاله. أما إذا أقل من 500 متر بيمشي وبيوقف ولازم يريح حاله ويرجع يمشي مرة ثانية، هذا اسمه عرج متقطع، فهذا غالبا يعني خيار جراحة. نعم أكيد. شكرا لجوابك دكتور. نشوف الأسئلة. طبعا الشكر للجميع اللي عم يكتبوا لنا، شكرا لحسن الكلمات اللي عم تكتبوا لنا إياها، ألف شكر لكم. طبعا رح يعني نتطرق لموضوع العلاج بشكل أوسع للدكتور شرح لنا إياه. دكتور، نحن دائما بنختم لقائنا بتوصيات من الطبيب، أو إذا
صح التعبير هي نصائح أو توصيات للمستمعين. إذا حابب كمان توسع بموضوع العلاج، لسه في شيء يعني حابب تذكره، رح نترك المايك لك، سواء كانت توصيات ونصائح للمرضى أو تحكي عن موضوع العلاج إذا ضل شيء. هلا بالنسبة للتوصيات، بالنسبة لمشاكل العمود الفقري، يعني صراحة المفروض الإنسان ينتبه على صحته كتير، يعني ما يتعرض إلى الجهد الثقيل أو الوزن الثقيل، يدير باله على حاله، ما كتير هيك يشد فيه الحماوي وأنا لساتني شاب. نعم. وكثير احيانا بصير معنا دكتور انا شاب وكان ما فيني شيء، ومباشره شلت لك جرة الغاز للثالث طالب فرصعبه. يصدف يعني في ايه يعني دائما واحد قبل ما يشيل اي شغله لازم يضرب فريم تماما، انه انا عمري شقد وشقد بدي يشيل ولاي مسافه. يعني واحد عمره 60 سنه مو مثل شاب عمره 25 سنه. يعني دائما بدك تنتبه الى الفئه العمريه. نعم. يعني بعد 50 أو 60 إجباري بصير عند الإنسان ترقق عظمي، نسبة الكلس عنده بتقل. نعم. هذا بده ينتبه لحاله. نمط الحياة مثلا، فيتامينات، تعرض للشمس، أشعة، هدول الضروريات. نوع الأغذية اللي بياكلها ضرورية. أكيد. مثلا الأغذية اللي فيها فوسفور، كلس، مثل سمك، الزبدة، الحليب، هاي بتقوي البنية العظمية اللي الهيكل العظمي. تمارين الرياضة. طبعا هاي ثقافة الرياضة كمان بمناطقنا للأسف صفر، ما في رياضة. أنا موجود. كل واحد منا عنده كرش هيك خيو ماشي فيه. للأسف يعني اللياقة ضرورية. يعني بصير ترهلات بعضلات البطن فبصير خاوي. لكن فدائما يكون في رياضة، تقويض عضلات الظهر، تقويض عضلات البطن، سباحة كتير كويسة، تمارين الثابت، الجري، الجلوس الطويل، الوقوف الطويل بالأعمال المكتبية مضرة. يعني المفروض كل نص ساعة الإنسان يغير الوضعية، يريح العمود الفقري. السائقين يعني الموظفين مثلا. الجلوس الطويل خاصة بالصيف، ساعات طويلة أمام أجهزة التكييف، هذول نعم. بتعمل تشنجات عضلية مزمنة. كمان إلى دور السهر، التدخين، هذول بيعملوا نقص كلس. هذول يعني العادات السلبية نحن بنسميها تماما، كمان لها مضرات يعني. ألف شكر على هالمعلومات القيمة دكتور دياب حمزة العلي، وعلى حضوركم الجميل. شكرا لك. أهلا وسهلا أستاذ عماد، وشكرا على الاستضافة والبرنامج كمان. شكرا لكم. سلام. شكرا لمستمعينا للي سمعونا واللي شاهدونا. شكرا لزملائي بالكنترول. كنت أنا معكم عماد خلف من وراء الميكروفون. ضيفي بالاستوديو الدكتور دياب حمزة العلي، اختصاصي بالجراحة العصبية. على أمل نلقاكم الأسبوع القادم بحلقة جديدة وضيف جديد. تضلوا بخير وسلامة. صحتك بالدنيا. هذا البرنامج برعاية مركز الدكتور بندوار عدنان محمد، الأخصائي في جراحة الوجه والفم والفكين. المركز مختص بالتجميل وزراعة الأسنان. مركز الدكتور بندوار محمد يقدم كافة الخدمات السنية: تجميل الأسنان، معالجة الأسنان بأحدث الأجهزة والأنظمة، معالجة أسنان الأطفال ضمن المركز تحت التخدير العام، عمليات الزرع بأحدث الأجهزة والتقنيات، عمليات جراحة الوجه والفم والفكين بالأنظمة الحديثة، تبييض الأسنان بالمواد المستوردة والتقنيات الحديثة، أيضا تجميل الأسنان بطرق حديثة وسهلة. ولا ننسى ابتسامة هوليود الشهيرة. مركز الدكتور بندوار عدنان محمد، قامشلو بجانب مشفى الرحمة. للحجز والاستعلام هاتف 433 226.